انا جيت عشان اجاوبكم على اغرب اسئله ممكن تسالها لنفسك في نص الليل، اسئله بتسالها لنفسك ما بتكونش عارف اجابتها، بس انا جيت عشان اجاوبك عليها النهارده. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان اجاوبك على اغرب الاسئله اللي ممكن تسالها لنفسك. يلا بينا نخش في الفيديو على طول، يلا بينا. هل عمرك سألت نفسك هي ليه شركات النظافة بتكتب في منتجاتها بيقتل الجراثيم بنسبة 99.99%؟ ليه يعني ما يكتبوش بنسبة 100%؟ هو في جرثومة عنيدة مش عايزة تموت ولا حاجة؟ في الحقيقة مستحيل الشركات العالمية تكتب انه بيقتل الجراثيم بنسبة 100%، عشان هي ما تضمنش ان الجراثيم كلها تموت في نفس الظروف بنسبة 100%. عشان كده بيكتبوا بيقتل الجراثيم بنسبة 99.99%. معناها ان المنتج بتاعهم جامد، بس طبعا مش بيقتل كل الجراثيم كلها، وده بيعني ان صدقهم وقانونيا عشان لو حد بلغ عنهم ولا حاجة. يعني المنتج مش ضعيف، ده بيجيب من الاخر بس بدون مبالغة. بصراحة انا كنت افكرها خدعة تسويق، وانت يا صديقي كنت تفكرها ايه قبل ما تشوف الفيديو ده؟ اكتب لي تحت في الكومنت. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان اجاوبك على كل الخفايا اللي بتدور في دماغك والاسئلة اللي بتجيلك في نص الليل. اشوفكم في فيديو جديد، بحبكم، سلام. اخترع الشبشب. اختراع بسيط جدا بس وراه قصة كبيرة. زمان قوي الناس كانت بتمشي حافية، الأرض سخنة، شوك وحشرات في كل مكان كانت بتمنعهم إنهم يعرفوا يمشوا، لكن لازم حل سريع، ومن هنا جه اختراع الشبشب. حاجة خفيفة مش تقيلة زي الجزمة. أول شبشب في التاريخ كان معمول من نباتات وجلد خشب. كانت عبقرية وقتها، سهل إن أنت تلبسه، إن أنت تشيله، بيحمي رجلك في نفس الوقت. مع الوقت الشبشب مبقاش بس حماية، بقى أسلوب حياة. البيت للشارع، سلاح تربوي للأمهات خطير جدا. اختراع بسيط غير حياة البشر تماما. فاكره حاجة عادية؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب وتحط لايك وتكتب لنا كومنت باللي ما عجبكش في الفيديو. في افكار اقترح عليا افكار في التعليقات ساعدني فيها، واسيب لكم كل الاكونتات الخاصة بيا في الكومنت. وعمرك سألت نفسك كنت قاعد وفجأة جه في بالي سؤال، هو كيلو المكرونة بقد ايه؟ مع الفيديو الاخر عشان انا عديتهم واجاوبك على السؤال. شاهد ممتع. A few moments later. A few inches later. Two hours later. One eternity later. 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413. كده أكون جاوبت على السؤال، وهو نقطع البصل يعني أنا بتدمع. تعال أقول لك، فبتقطع البصل في الخلايا اللي في البصل بتتقطع، فبيتصاعد منها إنزيم بيتفاعل مع الكبريت اللي موجود في البصل، فبيطلع لنا غاز. الغاز ده بينتشر في الهواء فبيوصل لعينيك، فلما الغاز ده بيوصل لعينيك فبيتفاعل مع الميه اللي في عينيك. فمن طبيعه الاجسام المضاده اللي في العين انها بتفرز الدموع. طبعا انتوا عارفين ان الدموع بتفرزها العين عشان تدافع عنها. فهو فهي بيفرز الدموع ده عشان يدافع عن العين، وبس كده. عمرك سألت نفسك هو ليه؟ وفجأة جه في بالي سؤال، هو القلم الجاف محتاج قد ايه عشان يخلص مننا؟ وانا جيت عشان اجاوبك على اغرب سؤال ممكن تسأله لنفسك. يلا بينا. 2 hours later. Later. 6.5 hours later. Two 2,000 years later. وبعد المدة دي كلها برضه مش عايز يخلص، وبصراحة أنا تعبت جامد وإيدي وقفت بطلت تتحرك. من الآخر القلم فيه بركة، مش هيخلص منك وخلاص. ما تجربهاش، أنا جربتها مكانك وجبتك على السؤال اللي جه في بالك، وتابعني عشان أجاوبك على الأسئلة كلها اللي تيجي في بالك. وبعد المدة دي كلها وبرضه لسه كنت